رغم مرور 70 عاما على وفاته، إلا أن صوته يعد سمة من سمات شهر رمضان الكريم في اليمن. ومنذ اليوم الأول لشهر الرحمة والمغفرة يصدح صوته الشجي في كل أرجاء اليمن، عبر مكبرات الصوت للمساجد وعبر الإذاعات والفضائيات. ورغم وجود المئات من حفاظ كتاب الله الكريم، إلا أن اسمه وصوته التصق بشهر رمضان منذ عام 1947 حتى الآن. ولذلك اعتاد اليمنيون جيلا بعد جيل على تلاوته العطرة، وبمجرد أن يستمع المواطن اليمني إلى تلاوته المميزة يذهب ذهنه مباشرة إلى رمضان. فاليمنيون يعتبرونه عطر رمضان. فمن هو؟ هو القارئ محمد حسين القريطي. هو حافظ ومقرئ للقرآن الكريم من أهل صنعاء، التي ولد فيها يتيما عام 1922. يتم القريطي لم يمنعه من أن يدرس في مدرسة المفتون في صنعاء، ثم التحق بحلقات الدرس في الجامع الكبير ليتتلمذ على يد شيخ مشايخ عصره في القراءات، وهو العلامة حسين بن مبارك الغيثي، فيتخرج من حلقات القرآن ملما بالقراءات السبع ومتبحرا في علوم اللغة العربية. وهب الله الشيخ القريطي صوتا عذبا، فترنم بالذكر الحكيم على طريقته الخاصة التي تميزه عن غيره من القراء الذين عاصروه أو من جاءوا بعده. وفي عام 1947 تم افتتاح إذاعة صنعاء، فكان الشيخ القريطي مقرئها الأول، والتي كان لها الفضل في حفظ تلك التلاوة النادرة عبر تسجيلاتها. لكن الشيخ القريطي لم يكن مجرد قارئ للقرآن فقط لدى إذاعة صنعاء، بل كان المرجع اللغوي الأول لديها بما امتلكه من تبحر في علوم اللغة العربية. استمر الشيخ القريطي على هذا العمل حتى عام 1962 لينتقل إلى جوار ربه في نفس العام. وحتى الآن يحاول الكثير من حفاظ كتاب الله في اليمن تقليد الشيخ القريطي في طريقته وقراءته وتلاوته الحسنة للقرآن الكريم، طريقة مميزة حافظت على حضور المرحوم محمد حسين القريطي كقارئ أول للقرآن الكريم منذ عقود، وأضافت روحانية إلى روحانية رمضان. فرحم الله الشيخ القريطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى.